تفتكروا ايه هي اسباب ضعف التركيز؟ انا بذاكر كتير جدا وبقعد بالساعات على الكتاب، بس الاقي نفسي ما استوعبتش اي حاجه، الاقي نفسي ما حصلتش الحاجه اللي انا كنت عايزه اوصلها، اجي احل الاقي نفسي مش فاكر اي حاجه ومش فاهم اي حاجه. السلام عليكم، ازيكم؟ انا ندى. هنتكلم النهارده عن البطء او قله الانجاز او قله الانتاجيه عموما بشكل عام، ولكن عشان نبتدي نحلل اي مشكله او اي موضوع بيقابلنا لازم نقسمه لكاتيجوريز او الاسباب الاساسيه مثلا للموضوع. فعشان نعرف نحل مشكله معينه لازم نحلل اسبابها الاول. فتعالوا نفترض مع بعض بس شويه الاسباب اللي ممكن تكون بتسبب الموضوع ده، لان الموضوع ده هو موضوع للاسف منتشر، ولكن لا، له اسباب كتير جدا او حاجات كتير جدا ممكن تكون بتسببه. ممكن يكون سبب مع سبب فيخلي الموضوع اكبر، او اصلا سبب انت مكنتش متخيل ان هو ده اللي بيسبب لك كل ده. فتعالوا نحلل الموضوع مع بعض كده واحده واحده. اول حاجه طبعا هو للاسف الاسباب الجسديه، ضعف التركيز بقى بسبب نقص في التغذيه، نقص في فيتامين معين، نقص في حاجات معينه. ودي يعني انا بقول ان هي من اهم الاسباب، بس هي تقريبا من اخر الاسباب اللي بتيجي في دماغ الناس، اللي هو لا يا عم انا زي الفل اهو 100 100 وما عنديش اي حاجه، مفيش حاجه انا 100 100. تاني حاجه وهي ان انت اصلا بتحمل مخك فوق طاقته يا صاحبي. يعني انت ما ينفعش تخلص كميه المحاضرات دي كلها في الوقت ده. ما ينفعش اذاكر ماده كامله في اسبوع عشان عندي امتحان الاسبوع الجاي، مفيش كده. تمام. فان انت برضو ممكن بتحمل على مخك اصلا كميه معلومات وحاجات في وقت قليل جدا. ممكن يكون لاسباب كتير. يعني انا ما بقولش ان انت مثلا مسوف او مراقب، ممكن تكون ظروف دراستك او اللي انت بتمر بيه او حياتك عموما بتجبرك ان انت تعمل كده. بس هو ده برضو ممكن يكون سبب يعني اساسي من الاسباب، ان انت مش عارف طاقتك، فبتحاول ان انت تتعداها لمجرد ان هي دي الظروف والحياه مجبراك عليه او جبراك عليه. فللاسف بقى ده بيجيب معاك نتائج عكسيه، ان انت بتيجي في الاخر تلاقي مفيش اي نتيجه للي انت عملته ده. تالت سبب برضو هو اسلوب الحياه عموما بقى، ان انت اسلوب حياتك اصلا مش منظم، ما عندكش مواعيد نوم ثابته، او على الاقل يعني بتنام في اي وقت. لا، ده مش طبيعي ان انت بقى كده طالب من نفسك ان انت يكون عندك انتاجيه ويكون عندك تركيز. النوم ده من اساسيات التركيز، من اساسيات ان انت جسمك يشتغل كويس. فلو انت ما بتنامش كويس ما تطلبش من جسمك ان هو يشتغل كويس. وطبعا شرب الميه والاكل الكويس، يعني دي اساسيات مش هنتكلم فيها، بس برضو للاسف ناس كتير بتعملها. ويعني لا استثني نفسي، يعني احنا مقصرين في حق جسمنا بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت بنطالبه بحاجات هي فوق الطبيعي. يعني هو اصلا الشخص اللي جسمه طبيعي هو مش مطالب منه حتى الحاجات دي، لا انت جسمك مش طبيعي كمان وطالب منه حاجات مش طبيعيه. يعني اخر حاجه برضو هو ان الاسباب ممكن تكون نفسيه، زي ان انت عندك يعني في مشاكل او حاجات معينه في حياتك مأثره بقى على تركيزك، لان الضغط النفسي ده كله بيخلي المخ اصلا يسيب بقى كل الحاجات اللي وراه اللي هو المفروض يركز فيها، ويركز بس في المشاكل او في القلق اللي هو بيمر بيه. وغالبا كمان دي حاجات ممكن تكون يعني لا اراديه، الشخص ما بيعرفش يعزل مخه عن الحاجات دي. اخر حاجه واللي ناس كتير ممكن ما تكونش مدركاها او واخده بالها منها وهي البيرفكشنزم، ان انت اصلا انت حد كويس يا صاحبي، انت بتعمل حاجات كويسه، بس لا انا كل ده انا شايف اللي انا بعمله ده مش كفايه، ومش كفايه ان انا بقى شخص طموح وعايز اعمل احسن. ده جزء صحي مفيش مشكله، لكن لا، ان انا شايف ان انا بعمله ده مش كفايه لدرجه ان انا شايف ان انا بعمل صفر حرفيا، وشايف ان انا مقصر وبلوم نفسي وبعمل ضغط على نفسي ملوش اي لازمه. فلا، البرفكشنزم يعني من المشاكل اللي هي اصلا في ناس بتتعالج منها اصلا، انتوا متخيلين؟ فالكمال لله وحده زي ما احنا عارفين، بس نحاول يعني نفرق ما بين البرفكشنزم والطموح. الشخص اللي عنده طموح واللي دايما شايف ان انا عندي احسن وان انا لازم، دي حاجه صحيه، لكن قدراتنا ليها حدود، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه بقى، ولا يكلف النفس الا وسعها والكلام ده كله. فما تكلفش انت كمان نفسك فوق طاقتها، ما تعملش في نفسك كده، لان ده ممكن يجي معاك مره، يجي معاك اتنين، تكمل بيه وتجيب نتائج كويسه في اسبوع، في شهر، في سنه، لكن خلاص بعدها هتبتدي بقى هتكره اصلا الحاجه اللي انت كنت بتعملها دي. طاقتك هتخلص، ما عادش هيبقى عندك طاقه لاي حاجه تانية في الحياه، وممكن الموضوع يتطور اصلا لمشاكل تانية كتير. طب ايه هي الحلول والخطوات العمليه اللي المفروض ان انا امشي فيها او اخدها؟ اول حاجه طبعا لو الاسباب جسديه، فلازم ان انا اطمن على نفسي واتاكد ان انا ما عنديش مثلا نقص في اي عناصر غذائيه معينه، او لو انا مثلا اصلا جسمي بيحتاج فيتامينز او حاجات معينه بس انا مش منتظم فيها، احاول انتظم فيها، لان يعني دي من الحاجات الاساسيه بجد. نومي واكلي واتحرك، بس مش لازم ان انا لو ما عنديش وقت ان انا انزل الجيم واجبر نفسي ان انا انزل جيم، لو انا ما عنديش وقت خلاص بس اتحرك، ما بقاش كده دايما يعني عندي خمول. الاكل يا جماعه وما ادراكم الاكل، للاسف احنا يعني احنا مثلا لو انت عايش في البيت مع اهلك وبتاع خلاص بتاكل من اكل البيت ومية مية، لكن للاسف بقى لو احنا انت يعني بدات بقى ظروف الحياه تنقلك ان انت تعيش لوحدك بقى، سواء في عشان الجامعه، عشان شغل، عشان اي حاجه، فللاسف يعني الاكل ده من المعضلات او من الحاجات اللي ناس كتير بقى
متخيله اللي هو انا هاكل اي حاجه وخلاص، انا بطلب اكل مثلا، بس لا يا جماعه انا مش بطلب كل يوم بيتزا، بس كده كده اكلي كله من بره. طب ما اناش ضمني الاكل اللي من بره ده معمول ازاي، واكيد اكيد مش هيكون بجوده اكل معمول في البيت، او اكل انا عارف كل مكوناته وانا اللي عامله بنفسي. فالاكل من الحاجات المهمه جدا، وللاسف شفنا شباب كتير جدا ابتدى يبقى عندهم يعني امراض بقى ومشاكل عموما كتير بسبب الاكل. والموضوع اصلا له علاقه بتقديري لنفسي والجسم شويه، ان انا لو مش شايف ان الجسم ده يستحق جوده تغذيه كويسه ويستحق ان هو ما يدخلوش اي حاجه كده، لا انا لازم اقدر جسمي، وشايف ان جسمي ده هو اهم حاجه عندي واهم نعمه عندي وانا مجبر احافظ عليه، فما دخلش جسمي اي حاجه كده وخلاص. لازم اتعلم ان انا موبايلي ده مش متاح 24 ساعه، وما ينفعش ان انا يكون دايما وانا بعمل حاجه مهمه، لو انا بذاكر، لو انا بشتغل، لو انا عندي حاجات ورايا لازم اخلصها الاول، يبقى انا موبايلي ده بيتحط على الجنب اصلا. حتى لو الحاجات اللي انا بخلصها دي بخلصها على الموبايل، يبقى في اوبشن اسمه ان انا بقفل النوتيفيكيشنز، ان انا خلاص انا مش موجود، انا بس مركز في الحاجه اللي انا بعملها. وياما بقى في ابلكيشنز كتير تساعدك في كده، وفي برامج بتعمل كده، وانت نفسك لو انت مقتنع. هي الموضوع كله والله يا جماعه انا يعني مش عارفه، هي دي عقليتي وطريقه تفكيري، ان انا لو هنا مقتنع خلاص شكرا، كل حاجه انتهت. فنحاول على قد ما نقدر نشتغل على دي، بس نشتغل على هنا، ان انا اقنع هنا، وان انا املى هنا بكلام فعلا كلام صح وكلام مقنع، مش ان انا بس عمال اسمع في ده واسمع في ده واشوف ده يقول لي اعمل كذا وده يقول لي اعمل كذا وانا يعني مشتت ما بينهم كده. لا، لازم ابني لنفسي العقليه بتاعتي وطريقه التفكير بتاعتي. فخلاص طالما الحاجه ثبتت هنا واقتنعت بيها هنا، باذن الله ده بقى هيبتدي ينعكس على تصرفاتي لا اراديا اصلا. ولازم احدد وقت معين للحاجات اللي انا بعملها، ما ينفعش ان انا كده هقول ان انا هصحى النهارده اذاكر المحاضره الفلانيه وشكرا. لا، انا هذاكر المحاضره الفلانيه اللي الفيديو بتاعها مدته ساعه، وبعد كده مذاكرتها هتاخد مني كمان ساعه، وبعد كده ممكن اقعد احل عليها شويه اسئله كمان نص ساعه. ده مثال يعني، ايا كان بقى الحاجه اللي انا هخلصها. فانا عندي هم ساعتين ونص، يبقى ساعتين ونص اكون خلصت فيهم مذاكره النهارده شكرا. لكن مخنا اصلا لو انت ما اديتلوش ليميت معين او وقت معين للحاجه اللي المفروض يخلص فيها، هيقعد يسرح بقى. لكن لو اديته حدود، لا بالعكس هيجبر نفسه ان هو يخلص في الحدود دي. لازم كمان ان انا اقسم الحاجات اللي ورايا لحاجات صغيره، ما ينفعش ان انا اقول النهارده عايزه اخلص الشابتر الفلاني كله، ما فيش حاجه اسمها كده. لكن ان انا خلال الاسبوع ده انا مطلوب مني فعلا ان انا اذاكر الشابتر ده عشان اخر الاسبوع عندي عليه مذاكره. طب انا خلاص هاجي يوم الخميس قبل الامتحان بيوم اذاكر الشابتر كله؟ لا، انا في ايدي ان انا عندي اسبوع كامل اقسم الشابتر على الايام دي كلها، واجي قبلها بيوم اراجع. يبقى انا كده 100 100 عامل خطه كويسه، مقسم نفسي، فعامل لنفسي وقت محدد لكل مهمه معينه، وفي نفس الوقت مقسم الحاجه الكبيره على وقت معين، فمش حاسس ان انا مضغوط، او ان انا اصلا لو انا كنت زنقت نفسي انا ما كنتش هعرف اعمل كل ده في نفس الوقت. لو انت بقى اصلا عندك مشكله في التركيز، ان انا لما اقعد على حاجه مثلا، انا مجرد ان انا بركز اول نص ساعه وخلاص شكرا، بتلاقي دماغي ما عادتش موجوده. ففي تقنيات مهمه جدا في المذاكره، زي التقنيه كلنا سمعنا عنها وهي تقنيه البومودورو، بس هي في ناس للاسف بتطبقها او مقتنعه ان هي دي اصح طريقه في المذاكره. لا، هي الطريقه دي هي بس زقه بتزقني. فلو انا فعلا حد ما بعرفش اقعد نص ساعه على بعض بعمل الحاجه، يبقى استخدم بومودورو، ان انا بذاكر 25 دقيقه وبعد كده باخد 5 دقائق بريك، والبريك ده ما بمسكش فيه موبايل ولا بعمل فيه اي حاجه تشتتني، مجرد ان انا بس بخلي دماغي تفصل. ممكن 5 دقائق دول افضل قاعد ساكت فيهم، ممكن اقوم اتمشى كده حوالين المكتب، ممكن اقوم اشرب اي حاجه، لكن ما اعملش حاجه تشتتني، وارجع تاني اكمل المذاكره بتاعتي. طب انا خلاص دخلت في المود والدنيا بقت تمام والطريقه دي نفعت معايا، ما افضلش بقى استخدمها، لان هي مش اصح حاجه. لا بالعكس، في طرق اهم كتير، زي مثلا الديب ليرنينج، ان انا اقعد فعلا فتره كبيره مركز في حاجه واحده، ساعتين 3 ما بعملش حاجه غير ان انا مركز في اللي انا بعمله. مخنا بيعرف يعمل كده، مخنا بيعرف يركز جدا. لو بس تعديت مرحله اول نص ساعه دي، مخك بيبتدي يركز كويس، وتلاقي نفسك بتطلع نتائج كويسه جدا. من الحاجات المهمه برضو، لو انا زي ما قلنا المشكله اللي عندي كانت مشكله ليها علاقه بالتركيز اكتر، هي تمارين الانتباه. في ابلكيشنز معينه تقدر تتعلم عليها الحاجات دي، اللي هو بقى بيقعد يقول لك وصل نقط ببعض، او مش عارف افتكر الكروت دي كان مكتوب فيها ايه، 5 دقائق في اليوم، بس هتفرق معايا على المدى البعيد باذن الله. اخر واهم نقطه، ان انت تجربه فرديه. احنا دلوقتي اتكلمنا في اهم الاسباب، واتكلمنا شويه في الموضوع المايند سيت والعقليه، وان انت لازم تكون مقتنع ان هو ده فعلا الصح ليك، واتكلمنا كمان في الحلول العمليه والحاجات ان انت ممكن تبتدي تشتغل عليها الفتره الجايه. بس في الاول وفي الاخر انت طبيب نفسك، انت اللي تعرف ايه هي مشكلتك، وتبتدي ان انت تجرب الحلول دي وتشوف هل هي فعلا جابت معاك نتيجه فتكمل عليها، ولا لا ما نفعتش معايا، انت كلامك ده بلح، انا هروح اسمع لحد تاني واستفيد منه. مفيش اي مشكله، انا بجرب في نفسي لحد ما اوصل للحل او للنتيجه اللي انا عاوزها.
لكن خلاص مجرد ما لقيت الحلول بتاعت ندى دي مش حلوه يبقى خلاص انا ما مشكلتي ملهاش حل، ويا لا خلاص انا اصل انا جربت حلول العالم كله مفيش حاجه نفعت. لا، هو كلام ندى مش قران وكلام فلان مش قران. يعني كل اللي احنا بنقوله ده مجرد مساعدات، لكن انت المسؤول عن نفسك، وانت اللي لازم تجرب بنفسك وتشوف ايه هو الانسب لك واللي ينفع معاك. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. كلمه هفضل اقولها واكررها في فيديوهاتي، اهم حاجه هنا ابني عقليه كويسه، هنا ابني طريقه تفكير خاصه بيك انت. مش لازم تمشي ورا فلان وتمشي ورا علان وتقرا كتاب فلان فخلاص انا الكتاب ده هو اللي همشي بيه كل حياتي. لا، انا بمشي كده القط من الناس كده، لان هي طبيعي في الاول وفي الاخر احنا بنتاثر بكل حاجه حوالينا. فامشي كده، خد من فلان ده الحته دي عجبتني واقتنعت بيها، والحته دي عجبتني واقتنعت بيها، والحته دي عجبتني، الحته دي ما عجبتنيش، خلاص شكرا. حتى لو اللي بيقولها مين، طالما انا ما اقتنعتش والحته دي مش مناسبه معايا ومش مناسبه مع طريقه تفكيري، شكرا. يعني ليه كامل الاحترام، بس انا مش عايز، مش مقتنع يا عم. فابني لنفسك طريقه تفكير ثابته، ابني لنفسك مبادئ اساسيه في حياتك، حاجات واضحه انت بتسعى لها في حياتك، هتلاقي اوتوماتيكي اصلا بقى مخك بيعمل كده، مخك بيمشي ورا اهدافك. ويعني بس والله الموضوع ممكن يكون كلام معقد شويه، بس يعني مش عارفه، انا بحاول ابسطه على قد ما اقدر، وهو فعلا مؤثر. يعني انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده الا لما جربته، لما ابتديت ان انا بمشي بدماغي، انا دماغي هي اللي ممشياني، مش بمشي على مزاج حد. انا لازم يعني ادرس الحاجه اللي انا عايزه اعملها دي بنفسي، واتاكد ان اللي انا بعمله ده مناسب ليا، خلاص شكرا ونمشي فيه. طب لقيت ان النتائج مش عجباني، او ان انا لا حاسه ان انا مش ماشيه في الطريق الصح، شكرا، اجرب حاجات تانية لحد ما الاقي المناسب ليا انا، مش اللي الناس بتقول لي ان هو كويس او اللي الناس كلها عماله تشكر فيه. لان احنا بقينا في عصر للاسف مش كل الناس كلامها موثوق، ومش كل النصايح صح، ومش كل النصايح مظبوطه، ومش كل اللي بيقول لك نصيحه عايز مصلحتك. فانت ادرس الحاجه صح الاول وشوفها مناسبه ليك ولا لا. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جايه، مع السلامه.